بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مها من قناة اكلات ويوميات مها. يا صباح الخير. النهارده بقى فيديو جديد، اليوم جديد ومشتريات جديدة، وكمان من السوق والخضار وفاكهة والاسعار اللي نار نار نار. ربنا يعيننا ويقوينا على حالنا وعلى عيشتنا وعلى الاسعار يعني. النهارده بقى رحت يا بنات سوقت تسوقة حلوة كده، قلت ايه عشان تكفي معايا فترة يعني. بس الاسعار صراحة مش راضية تنزل خالص، وبالذات الطماطم. طماطم رافعة جدا جدا جدا، وكمان مش حلوة. فربنا يعيننا ويقوينا كده على اللي احنا فيه وعلى اللي احنا كمان داخلين. الخضر اسعاره غالية، والطماطم اسعارها غالية، كل حاجة غالية. الله المستعان. نخش يلا ونسمي ونصلي على الرسول ونشوف جبنا ايه النهاردة من خضار وفاكهة ومشتريات الاسبوع. وهنشوف اول حاجة هنبدأ بيها طبعا الحاجة اللي مفيش غنى عنها خالص، وهي الطماطم. والطماطم زي ما قلت لكم مش حلوة خالص يا بنات. دي كانت ب20 جنيه بالعافية، كانت بتقول ب25، طبعا في ب30. والله 30 حتى مش يعني مش فارقة كتير عنها، هي كبيرة سنة وجامدة سنة عنها، بس مش فارقة يعني. فصراحة ديت كانت ب25. اتحايلنا عليها كل الناس اللي كانت واقفة على الفرشة، يعني رضيت ب20 جنيه بالعافية. جبت 2 كيلو طماطم ب20 جنيه. يعني هنحاول نبقى نفسنا، وكان يعني كان في عربية بتعدي وكده من قدامنا، فجبت منها 2 كيلو تاني بس ب25، فجبت ال2 كيلو ب50 جنيه. مع ال2 كيلو دول هيقضوا الاسبوع ان شاء الله. وبنحاول يعني نوفر في الاكلات اللي فيها طماطم كتير. يعني مثلا بدل ما تعمل مكرونه بصلصه وما شاء الله يعني، وانت عارفين المكرونه بتاخد صلصه كتير، اعملوها محمره. مثلا المحشي مش لازم محشي اليومين دول، او مثلا هتعملي يبقى هاتي برطمان صلصه، ومثلا كيلو طماطم على معلقتين 3 صلصه ومشي امورك. مثلا العدس مثلا برضو ما بياخدش طماطم كتير. يعني بنحاول نقتصد شويه في الحاجه عشان الميزانيه يعني ايه تمشي معانا شويه. الحاجه برضه التانية اللي مستغناش عنها في اي تسويقه هي الفلفل طبعا. ده طبعا نوع من انواع الخضار برضو، الفلفل والشطه. هي صراحه كانت جميله النهارده، فجبت كيلو شطه ب20 جنيه. بتبقى في اخر السوق يا بنات ب15. ولو هتاخدي الكيلو على بعضه ب10، بس صراحه متبقاش حلو خالص، بتبقى خلاص بقى كسرت، واللي فيها شطه مثلا حتت مهريه حتت متقطعه. فدي صراحه اول السوق كانت جميله جدا، وجبت منها الكيلو ب20 جنيه. جبت كده فلفل على شطه برضو يعني برضو دي ما بستغناش عنها. طبق سلطه، هتقلي مثلا قرنين شطه، تاكلي بحته جبنه، هتعملي مثلا طماطم بتاع فول بطماطمايه بقرن فلفل، هتعملي مثلا شكشوك، اي حاجه الفلفل عندك ده بند اساسي من ايه من البنود اللي متقدريش تستغنى عنها في التسويقه بتاعتك. يبقى الطماطم وبعدين الفلفل، وكمان البتنجان الاسود برضو ده يعني ده المفروض اصلا التلاجة ما تستغناش عنه خالص. يوم ما تحتاري هتشوي بتنجانية، تقلي قرنين فلفل، تقلي بطاطساية، هتقضي يومك. او ممكن تعملي مسقعة، او ممكن تعملي تقلي بتنجان كده وتحشيه مثلا مع طبق شكشوكة. يعني البتنجان برضو اساسي في كل بيت، وفي كل المفروض يبقى يعني التلاجة ما تفضاش من البتنجان ده طول الاسبوع، بتنجان فلفل طماطم. وكمان البند الرابع اللي برضو المفروض اي بيت ما يستغناش عنه، وبيحل ازمه كتيره معاكي، بس طبعا هي غاليه خالص اليومين دول. البطاطس، هي بس اللي هي بعين حمرا دي حلوه برضو، مش وحشه وجميله، وهي دي اللي في السوق اصلا يعني، مفيش اكتر من كده منها. هي دي اللي في السوق يعني، على ما هي ربنا يرخيها كده. والبطاطس الفلاحة الناس يعني ايه، الصراحه مش عارفه هي دلوقتي قربت تطلع يعني ولا لسه. ما شاء الله. هي طبعا كانت البطاطس ال2 كيلو ب45، فجبتها على 20، جبت 2 كيلو ب40 جنيه. كده خلاص يا بنات، خلصنا الايه الحاجات الاساسيه المفروض تبقى عندك في كل مطبخ او في كل تلاجة. دي يعني هتفك ازمه كتيره او كبيره قوي معاكي. يوم ما تحتاري صينيه بطاطس وشويه او شويه رز، يوم ما تحتاري مثلا هتسلقي بطاطستين على بتنجانيه مشويه على قرنين فلفل على طبق سلطه وتقضي يومك. يوم ما تحتاري هتحمري بطاطس مع طبق كفته والحمد لله. يعني البطاطس برضو حاجه اساسيه المفروض يعني ما نستغناش عنها برضو. وربنا يرحمنا ويرخي عننا الاسعار شويه. بعد كده يا بنات جبت بقى خيار. الخيار اللي هي
هوا سنه شويه برضو. هي يعني حجمها مش صغيره قوي، بس حلوه جميله وطعمها حلو. احنا خيرتها على الفطار، طعمها حلو. اهم حاجه انها مش ممرره، لان كذا مره اجيبها وبتبقى تطلع الخياره ممرره، بتبقى والله ب20 وب25. المهم الخيار كان في نوع ب20 ونوع ب10. اللي ب20 ده صغيره شويه، وفيها كبير والله برضه. دي بقى كانت ب10 جنيه، فصراحه جبت منها، جبت كيلو ونص ب30 جنيه. برضه البنات عندي بيحبوا ياكلوا كده سندوتش جبنه على خيار، فما بقطعوش طبق سلطه، خياريه كده الصبح جنب الاكل مع الفطار. وجبت كمان يا بنات ربطتين جرجير، هما كانوا 3 ب5. جبت تلات برضو ربط ب5 جنيه. طبعا الجرجير برضو ايه بدأ يهوي شوية، كان الأول خالص الاتنين ب5، وساعات كان في ناس والله بتبيعها ربطة ب5 جنيه. جبت بقى حاجة وجميلة جدا، وصراحة عجبتني. هي اي نعم مش اللي هي يعني، بس حلوة وسعرها حلو جدا. دي هخرطها برضو وعينها في الفريزر، برضو دي هحتاجها في كل حاجة وتبقى طعمها حلو وكمان احلى، وبنفس سعر الفلفل الاخضر. هي ايه بقى يا بنات؟ الفلفل الالوان ده جبت كيلو. هو اي نعم مش احسن حاجة برضو، بس حلو يعني ماشي الحال. يعني ده اول ما رحنا خالص عند الست كانت بتقول ب30، ورجعت قالت والله من غير حتى احنا لسه بنقول يا هادي، فهي لقيتها بتقول ب30 جنيه. شوية لقيتها لا خده ب25. اخر ما خالص يعني قالت لا 20. لقيت الناس كلها قعدت. وصراحة بيني وبينكم ده طعمه حلو جدا على الأخضر، ومفيد جدا برضو عن الأخضر، فيه فيتامين سي كتير يعني بنسبة كبيرة عن الفلفل الأخضر. فجبت منه كده كيلو، هخرطه واعمله بقى سندوتشات واحطه في اكياس في الفريزر. جيت انه ساعة بقى ما عاوزه بطلعه من الفريزر على الحل على طول، سواء بقى بعمل كبدة، سواء بعمل بيتزا، سواء بعمل اي حاجة فيها فراخ او اي حاجة، برضو بيبقى طعمه حلو جدا مع الفلفل الاسود الالوان الاصفر والاحمر. بيبقى طعمه حلو جدا وطعمه مسكر، فالاولاد بيحبوا طعمه كمان عن الفلفل الاخضر. كده خلصنا يا بنات بقى الخضار بتاعنا. لا فاضل حاجه كمان نسيت اقولها، وهي طبعا مش حلوه برضو لان مش عجباني صراحه، بس هي دي ما فيش عليها في السوق صراحه. هي واحده بس اللي كانت قاعده وبسالها على الكوسه دي، قلت يعني هجيب كيلو حتى تبقى طبخه. هي ما فيهاش حاجه، بس تحس انها دبلانه شويه. والله دي اللي لقيتها، ما فيش اصلا غير هو. اي نعم انا غلبت على ما لقيت الكيلو ده، بس قلت يعني ايه تغيير بقى. جبت كيلو ده كان ب15، كانت بتقول اول ب20 جنيه. خدنا منها ب15 بالعافية، قلنا لها مش حلوة اصلا، يعني هونا فيها شوية عشان ناخد. فدت لها ب15، وكان يعني كرمانة فيها. كده خلصنا يا بنات الخضار. هنخش بقى على الفاكهة ونشوف هنجيبنا ايه النهاردة من السوق بالاسعار بتاعته كمان. شوف بقى يا بنات جبنا ايه النهاردة. وجبت عنب. العنب ده اللي هو فيه بذر، بس صراحة حلو يعني. ده كان ب15. جبت 2 كيلو 30. وكمان يعني انا ملوش فيه صراحة، ماليش فيه قد كده، بس اهو حاجة في التلاجة برضو، حاجة مسكرة وقت ما نعوز حاجة كده يبقى عندي حاجة مسكرة. وجبت تاني البلح اللي هو الرطب، برضو الكيلو ب15 جنيه. جبت كيلو كده لان برضو الاولاد عندي مش قد كده فيه، انا ممكن اقوم عاملاه عجوة بنفطر بالصبح. وجبت تاني بلح الاحمر. صراحة يا بنات طعمه مسكر، يعني هو فكرني شوية بأيام زمان، أيام ما كانت البلحية ما شاء الله بتبقى كده مسكرة ومرملة. هو طعمه حلو جدا ومسكر جميل جدا. فبرضه جبت حوالي كيلو ونص كده. جبت كيلو ونص، كان الكيلو من ده ب25 جنيه. والست مريش يعني تتنازل عن حتى جنيه منه، قالت ب25 وكله خد ب25 برضه. فجبت الكيلو ونص على 25 جنيه. جبت ايه تاني؟ جبت جوافة. دي كانت الجوافة الكيلو ب20. جبت كيلو. قلت برضو ايه، طلعت طعمها حلو، طلعت ما طلعتش اعملها عصير وخلاص. زي ما انتم شايفين اهي، يعني بنحاول نمشي برضو نفسنا كده على قد الفلوس اللي معانا. طبعا انتوا عارفين بقى خلاص اخر الشهر والمدارس داخله وميزانيات ومصاريف ووش وجع دماغ كتير قد كده. فقلت ايه يعني، وعندي هي اصلا دي فاكهه موجوده في السوق النهارده،
جبت بقى يا بنات العدس. قلت برضو انا صراحه مش هعمله اليومين دول خالص، بس انا هعينه، لان انتوا عارفين إن العدس من الاسعار من يعني من الحاجات اللي بتتجار كتير في الشتاء، وكمان اسعارها عاليه جدا في الشتاء. يعني كان السنه اللي فاتت كان واصل تقريبا ب 100 جنيه او 90 جنيه حاجه زي كده. انا جبت نص كيلو، قلت ايه كل مثلا ما اروح سوق اقوم جايبه نص كيلو حاطاه في التلاجة عندي مش هيجرى له حاجه. جبت نص كيلو ب30. المحل اللي جنبنا بيبيعه ب80 جنيه، ده انا جبته الكيلو ب60 جنيه. جبت نص ب30 جنيه. كل ما اجي اروح ان شاء الله ان شاء الله انا عشت وكان لي عمر هجيب ايه كل فتره كده اقوم جايبه نص كيلو وركناه في التلاجة. احنا بنحب العدس جدا واولادي بيحبوه، فبعمله كتير في الشتاء، وكمان بيدفي وكمان بروتينات، فيعني بيعوض عن حاجات كتير. جبت بقى تاني عشان برضو قلت هعملها، بس انا صراحه كنت عايزه اكتر من كده، بس يعني الفلوس فما كفتش معايا، فقلت وقت ما اعوز تاني او مثلا هدور بقى في التلاجة عندي في الحاجات اللي ايه الحاجات اللي هي فك زنقه يعني زي ما بيقولوا. ان لقيت ما لقيتش ابقى ابعت اجيب تاني. دي شوكولاته يا بنات، الحته دي ب20 جنيه، دي ب20 جنيه. جبت شوكولاته خام، عايزه اعمل لهم نوتيلا عشان برضو المدرسه لان صراحه اسعارها ما شاء الله ما شاء الله يعني عاليه عاليه جامد، مش عارفه في ايه بالظبط. فقلت اعملها لكم، نبقى نعملها للبنات بياخدوها سندوتشات معاهم الصبح، وكمان ابقى اعملها فيديو معاكم من تحضيرات برضو ايه حاجه المدارس وكده. فالشوكولاته دي جبتها عشان اعمل النوتيلا مع في فيديو يعني كده. كده خلاص يا بنات، انا ما فيش حاجه تاني جبتها الحمد لله، فضل ونعمه من ربنا. البطاطا نسيت اقول لكم على البطاطا. البطاطا دي ب10 جنيه. جبت 2 كيلو ب20. برضو يعني ابقى اعملها في يوم مثلا ما يبقاش عندي حاجه حلوه، ما يبقاش عندي كده ايه غسلاها وشويها في الفرن، تبقى برضو مسكره وطعمها حلو، كمان بتغذي الاطفال جدا جدا جدا. فما بقطعهاش من عندي، كل ما اروح السوق اقوم جايبه 2 كيلو 3 كيلو على حسب سعرها وعلى حسب الفلوس اللي معايا. والحمد لله يا بنات، فضل ونعمه من ربنا، ويا رب كده يكون ساترها معانا ويسترها معانا دنيا واخره يا رب، احنا وكل المستمعين. يا رب اللي وصل معايا هنا الفيديو ما ينساش يحط لي لايك ودعوه حلوه من قلبكم. دلوقتي بقى هعمل ايه، هجيب الفلفل ده اغسله حلو واخرطه واشيله في الفريزر. البلح هغسله برضو وعينه مغسول. العنب برضو هغسله. الطماطم عندي شويه، فهجيب كل اللي عندي وانقضه. الجامده هعينها في التلاجة، واللي هي الطريه او المستويه او اللي مش هتستحمل معايا هضربها وعينها في الفريزر عشان مفيش حاجه تتهدر معايا. الجوافه برضو هغسلها وعينها مغسوله جاهزه. يعني هوضب شويه حاجه كده، هروق بقى التلاجة ونشوف هنعمل ايه. فان كان الفيديو هيخلص لغايه هنا ما تنسونيش بقى من لايك ودعوه حلوه من قلبكم. ولو في مد للفيديو هبدا اشوف هنعمل ايه مع بعض، ولو ايه يعني في التحضيرات او الحاجه اللي انا بعملها دي. يلا مع السلامه، ما تنسونيش واستنوني اما نشوف الفيديو هيكمل لغايه هنا ولا خلاص. كده بقى خلاص يا بنات، انا خلصت الايه الحاجه، ظبطت الدنيا كده وحطيت الخير كده في حته قماشه، حطيته ده بيحفظه، بغطيها بقى واحطها في التلاجة. العنب غسلته والجوافة غسلتها وقطعتها وكمان خزنت منها. يعني حاولي تبقي شاطرة كده وذكية وتعرفي تخلي الحاجة تقضي معاكي فترة واتنين وتلاتة، وكمان تقضيكي في وقت زنقة. يعني احطها في الفريزر، يوم مثلا ميبقاش عندك حاجة خالص هتطلعي شوية سكر وتعملي كوباية. زي ما انتوا بقى شايفين كده يا بنات، انا بدأت اقطع كل حاجة، قطعت الفلفل شرايح وعملتها في اكياس في الفريزر. وده خلينا بقى نعمل مثلا يوم بيتزا ويبقى عندي صابح. الفلفل حطيته برضو في العلبة بتاعته وغطيه بمنديل. المنديل ده بيمتص اي مية نازلة من الفلفل، فبتخليها عندك مسافة طويلة. كده بقى خلصت اهوت. وكمان الطماطم قطعتها وحطيتها على النار تاخد لها غلو.